هو ايه الاجرام ده؟ هو احنا ازاي وصلنا للمرحله دي؟ اللي قدامكم ده مش مشهد سينما، لا، اللي قدامكم ده موقف حقيقي. عربيه نص نقل بتسرق عربيه نقل في الطريق عادي، في الطريق السريع عادي، ومن غير اي تاثر. يعني ده بينك وما بين الموت لحظات. الراجل اللي قدام لو فرمل انت خلاص شكرا، رحت في سكه السلامه، مش هترجع تاني. ازاي بتستسهلوا الحرام كده؟ على فكرة الناس اللي بتشكك في الفيديو بتقول ان هو AI او ان هو يعني مفبرك او كده، لا، ده هو ناس استغربت، جالها ذهول ان في عربية بتسرق عربية وهم ماشيين، فراحوا مقررين ان هم يرفعوا الموبايل زي العادة يعني، وراحوا مصورين الفيديو. لانه الحقيقة ان هو موقف غريب جدا، اللي هو هي السرقة كده بقت علني. انت بتسرق الراجل وهو ماشي علني. عملتوها ازاي؟ قلبكم جابكم ازاي؟ انا دايما مقتنعه ان الحرام اسهل من الحلال، لان الحلال ده انت بتتعب وبتشقى وبتفكر ازاي تجيب فلوس بالحلال وبتتعب جامد، لكن الحرام ده انت بتفكر ان انت تنهب وتسرق الناس من غير اي وجه حق. ودايما بقول ان الحرامي قاتل. ليه؟ لان الحرامي ده بيروح يبص نعمه غيره ويقرر ان هو ياخدها ويجري، ان كان غيره ده بقى هيعمل بيها ايه؟ ممكن تكون فلوس مرض، ممكن تكون فلوس تعليم، ممكن تكون فلوس ديون عليه. مش بيفكر، هو بيفكر ان هو ازاي يسرقك ويجري. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش فاهم ايه الاجرام اللي احنا بقينا فيه ده، او يعني الناس دي اللي هم المجرمين دول ازاي بقوا يفكروا كده؟ يعني الشيطان، يعني الشيطان هيروح منكم فين؟ بجد الشيطان هيروح منكم فين على الاجرام اللي انتوا بتعملوه ده كل يوم من سيء لأسوأ؟ يعني ايه بتسرق واحد في يعني ده عيني عينك، ده عيني عينك. يعني اذا لم تستحي افعل ما شئت. ده مفيش يعني مفيش حياء خالص، مفيش. ده جبروت، ده قلب ميت، اللي هو انا هسرقك واللي عاجبك اعمله بقى. طبعا هو اكيد هيشرف وزارة الداخلية، اكيد 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 اكيد، لان بصراحة هم تعبانين جدا وبيتعبوا جدا جدا جدا، والشغل بتاعهم بصراحة يعني كل يوم بيقابلوا ناس ما يعلم بيها الا ربنا. بس حقيقي ليه؟ يعني ليه نعمل كده؟ وليه نوصل للمرحلة دي؟ ليه؟ ايه في الدنيا مستاهل؟ ما انت في الاخر هتروح لربنا سبحانه وتعالى يسالك ويقولك انت جبت الفلوس دي منين؟ هتقول له ايه؟ جبتها منين؟ سرقت؟ نهبت؟ خدت حقي مش حقي؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ يعني بجد هتروح تقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هتقول له ايه؟ انا معلش والله يا رب اصل انا كنت مزنوق في فلوس. هتقول له ايه؟ يعني ربنا هيحاسبنا على كل جنيه جبناه وفين صرفناه. انت هتقول لربنا انا جبته منين؟ انا تعبت، انا شقيت، انا لا، انت سرقت، انت سرقت. فانا مش فاهمه، مش فاهمه ايه ده. يعني دايما الحرامي ده بحس ان هو انسان جبروت. يعني زي مثلا الراجل اللي هو كانت خالته بتاكله وبتشربه وبتديله فلوس وكل حاجه، وجوزها كان دايما شاكك فيه ويقول لها ابعدي عنه ما تجيبوش البيت، تقول له ده ابن اختي. ما الخاله والده، الخاله زي الام بالظبط. راح مقرر ان هو يجيب ابن عمه ولابسين نقاب وطلعوا خلصوا على خالته. اللي هو ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ فاتقوا الله بقى شويه، عشان بجد كده يعني ومفضوح وبتتفضح وبتروح في 60 داهيه، فبتعمل المصيبه دي من الاول. بجد حسبي الله ونعم الوكيل.